قالوا له تاخد كام وتسيب لنا مراتك، وعمالين بيعكسوا في مراته وهو ماشي بعربيته جنبها لغاية ما نزل عشان يدافع عن مراته راحوا قاطعين له دراعه. تعال اقول لك ايه اللي حصل، وتحديدا في محافظة الدقهلية في منطقة هادية جدا. راجل ماشي مع مراته في عربيتهم وجنبهم 5 شباب كده ومعاهم توك توك يعني بتاعهم. الشباب دول من قلة ادبهم عمالين بيعكسوا في مراته وتطاولوا على الراجل دوت لدرجة ان هم قالوا له تاخد كام وتسيب لنا مراتك. الراجل طبعا دمه فار ونزل وعمال يزعق لهم ويقول لهم احترموا نفسكم وكده عيب، لغاية ما شاب من ال5 دول كان معاه سلاح ابيض وتطاول على الراجل دوت وقطع له دراعه. طبعا مراته كانت منهارة تماما، نزلت عمالة بتصوت وتلطم والناس كلها اتجمعوا، ولكن كان بعد ما ال5 شباب دول ركبوا التوك توك بتاعهم وهربوا. طبعا الواقعة ديت أثارت جدل واسع وكبير جدا على السوشيال ميديا، ازاي ده بيحصل في الشارع وازاي الشباب دول ما يتقبضش عليهم. ولكن الداخلية طبعا تدخلت في الموضوع ورجعوا الكاميرات علشان هيجيبوا ال5 شباب دول وهيتم التحقيق معاهم. طبعا أقل ما يقال عن ال5 شباب دول إن هم مجرمين يعني، وكده كده واثقين في الشرطة إنهم هيقدروا يقبضوا على ال5 شباب دول وياخدوا أشد عقاب. انتوا بقى قولوا في كومنتات ايه أنسب جزاء ياخدوه ال5 مجرمين دول.